قصة الفيلم قصة حقيقية عن واحد اسمه جون ديلينجر، أخطر حرامي بنوك في أمريكا، وعاش في فترة التلاتينات. وبالرغم إنه حرامي لكن كان بطل شعبي لأنه كان بيسرق ويدي الفقراء. ولو عايز تعرف قصته تابع الفيديو للآخر، لكن الأول اعمل لايك وسبسكرايب للقناة. بتبدأ أحداث الفيلم في سنة 1933 في سجن موجود في الصحراء اسمه سجن إنديانا، والسجن ده من أصعب السجون في أمريكا ومعمول لأخطر المجرمين زي بطل قصتنا. وبيوصل جون ديلينجر السجن وبيحبسوه العساكر جوه، لكن جون بيكون محضر خطة للهروب قبل ما يدخل السجن، والخطة كالآتي: في مساجين بيكونوا من رجالة جون، وبيقدر جون يدخل لهم أسلحة عشان يستعملوها في الهروب، وفي الوقت المناسب بيضربوا العساكر وبيثبتوهم بالأسلحة وبيروح لجون عشان يحرروه. وفي الوقت ده بيقدر جون ياخد سلاح من الضابط اللي معاه. بيكون في ضابط تاني اسمه ريد، وده بيكون صاحب جون وبيساعده عشان يهرب. ولما بيطلع بيقابل رجالته فبيقول لهم ياخدوا هدوم الضباط عشان يهربوا. وفي الوقت ده بيرفض واحد من الضباط يدي هدومه لواحد من رجال جون اسمه تشاوس، فبيتعصب تشاوس عليه وبيقتله. وبسبب اللي عمله تشاوس بيلفت نظر الباقيين، فبيحاول ضابط تاني يقاومهم فبيقتله واحد تاني اسمه هومر بمسدسه. وبسبب الطلقة اللي ضربها بيشتغل جرس الإنذار، وبيجروا باقي العساكر والضباط اللي في السجن وراهم، وبيحصل ضرب نار بينهم. فبيهرب جون ورجالته بسرعة، لكن في الطريق بيتصاب واحد من رجال جون اسمه والتر، وما بيقدرش جون يساعده فبيموت. وفي الطريق بيضرب جون زميله تشاوس لأن هو السبب في موت والتر، لأن لو ما كانش قتل الضابط ما كانش ده كله حصل. وبعد نجاح جون في الهروب بنروح لضابط اسمه ميلفن اللي بيكون واحد من أكفأ الضباط، وبنشوفه بيجري ورا مجرم هربان اسمه فلويد وبينجح انه يقتله، وده بيكون سبب في شهرة ميلفن. وبنرجع تاني لجون وفريقه اللي بيروحوا عند واحد اسمه مارتا عشان يستعدوا لسرقة بنك. وفي البيت ده في واحدة اسمها أنا من أصدقاء جون، وافتكروا أنا كويس عشان هنحتاجها في نهاية الفيلم. بعد كده بيروح جون وفريقه يسرقوا البنك، وقبل ما بيطلعوا بتوصل الشرطة فبياخد جون راجل وست رهائن معاه لحد ما بيهرب. ولما بيطلع بيحصل اشتباك بينهم وبين الشرطة، لكن في النهاية العصابة بتنجح انها تهرب. وفي الطريق بيدي جون البلطو بتاعه للست اللي خطفها عشان يحميها من البرد، وبيطلعها هي والراجل وبيربطهم عند شجرة، وبيقول لهم ان بعد شوية هتيجي الشرطة تفكهم. وبعد سرقة البنك بنروح للكونجرس الامريكي، وهناك بيقدم المواطنين شكوى بخصوص الجرائم اللي بتحصل في امريكا، وبيطالب ضابط بزيادة التمويل للشرطة عشان يقدروا يواجهوا جون وعصابته. وبعد نهاية الجلسة بتكلف الشرطة الضابط ميلفن انه يقبض على جون، وبيروح جون ورجالته حفلة بالليل، وهناك بيقابل جون واحد بيتفق معاه على مهمة جديدة، والمهمة هي انهم هيسرقوا قطر فيه 1,700,000 دولار. وبيوافق جون على المهمة. وبعد ما بيخلص جون الاتفاق بيتعرف على واحدة اسمها بيلي وبيرقص معاها، وبعد كده بيروحوا مطعم عشان يتعرفوا على بعض اكتر. وبيسألها جون عن وظيفتها فبتقوله انها شغالة في نادي، ولما بتسأله بيلي عن شغله بيقول لها انه شغال حرامي بنوك، فبتتفاجئ بيلي انه اعترف لها بحاجة زي دي. ولما بيطلعوا من المطعم بيقابل جون واحد اسمه جيلبرت، فبيقول جون لبيلي تستناه بره، وبيعرفوا جيلبرت على واحد تاني اسمه فيل، وده بيكون من اهم رجال الاعمال في امريكا. ولما بيخلص جون معاهم بيطلع بره عشان يروح مع بيلي، لكن ما بيلاقيهاش. ولما بتلاقي الشرطة الراجل والست اللي خطفهم جون لما سرق البنك بتديهم الست البلطو بتاع جون، وبيدوروا وبيعرفوا مواصفاته والاماكن اللي بيتباع فيها، وبيعرفوا ان البلطو بيتباع جنب شركة سيارات لواحد اسمه هاري بورمان. ولما بيدوروا على الشخص ده بيعرفوا انه كان دايما بيبيع عربيات للعصابات عشان يستخدموها في عمليات السرقة. ولما بيراقبوا التليفون بتاعه بيعرفوا ان جون لما اشترى البلطو عدى عليه عشان يشتري عربيات لمهمته الجديدة، وبيعرفوا من مكالمته نوع العربيات اللي هيشتريها جون. وركزوا في الجزئية دي عشان هنحتاجها كمان ثواني. وبيروح جون لبيلي مرة تانية وبيلومها انها سابته ومشيت، وبيقول لها انها خلاص هتسيب الشغل وتعيش معاه، وبياخدها ويروحوا البيت. وفي البيت بيديها جون بالطو هدية، وهنا بيلي وقعت في حب جون. وبتعرف الشرطة ان هاري بورمان وصل العربيات اللي طلبها منه جون للمبنى اللي قاعد فيه هو وبيلي. وبتلاقي الشرطة ان في رجالة بيدخلوا شقة مأجراها واحدة ست، فبتروح الشرطة على المبنى بسرعة. ولما بتوصل الشرطة بيقول
ميلفين لرجالته يستنوه تحت، وهيطلع هو وواحد تاني. ولما بيطلع ميلفين بيروح الشقة المتأجرة وبيقابل فيها واحدة من أصدقاء جون وواحد من رجالته اسمه نيلسون، لكن للأسف ما بيعرفش ميلفين الكلام ده وبيفتكرهم ناس عاديين، وبيمشي عشان يدور على جون في باقي المبنى، لكن بيخلي زميل يقف على الباب وبيقول له يمنع أي حد يدخل أو يطلع. ولما بيمشي ميلفين بيوصل واحد تاني من رجالة جون اسمه هومر، فبيثبته زميل ميلفين، لكن نيلسون بيطلع من وراه ويقتله. ولما بيسمع ميلفين ضرب النار بيجري عشان يلحق زميله، لكن بيلاقيه ميت. وفي الوقت ده بيحصل اشتباك بين الشرطة اللي تحت المبنى ورجالة جون، وفي النهاية بينجح جون ورجالته انهم يهربوا. وبعد ما بيهرب جون بيروح ينفذ عملية سرقة جديدة وبينجح كالعادة، وبيتصل ميلفين بمديره في الشغل وبيقول انه محتاج ضباط بكفاءة عالية عشان ينفذ المهمة، لان الموضوع طلع اصعب من اللي كان متخيله. لكن المدير ما بيوافقش، فبيقول له ميلفين انه هيعتذر عن المهمة لو ما نفذش طلبه، لانه مش مستعد يضيع فريقه. فبتضطر الشرطة تنفذ طلبه عشان تخلص من جون. وتاني يوم بيوصل الفريق اللي طلبه ميلفين، واهم واحد فيهم ضابط اسمه وينستون، وبيروح جون وبيلي يتفسحوا مع بعض. وبتكون بيلي حزينة، ولما بيسألها جون بتقوله انها عارفة انها ترجع شغلها تاني، لان اللي بيعمله جون ده نهايته السجن او الموت، وانه لازم يبطل الشغل ده لو عايز يكملوا مع بعض. فبيطمنها جون وبيقول لها انه اذكى من الشرطة بكتير وعمرهم ما هيقدروا يوصلوا له. وبيروح جون ورجالته فندق عشان يستعدوا للمهمة الجاية، وبتكون الاسلحة بتاعتهم موجودة في الفندق. ولما بيكون جون قاعد في اوضته هو وبيلي تدخل الشرطة وبتقبض عليه، والسبب اللي خلى الشرطة تعرف مكانهم هو ان في حريقة حصلت في الفندق، ولما جم يطفوها لقيوا الاسلحة بتاعتهم. وفي الحجز بيواجه جون الضابط ميلفين لأول مرة، وبيقول له جون ان قعدته في السجن مش هتطول وانه هيهرب قريب. فبيرد عليه الضابط ميلفين وبيقول له انه مش هيتحبس في سجن شيكاغو، وانه هيترحل على سجن انديانا اللي هرب منه اول الفيلم. وسجن انديانا زي ما قلنا سجن خطير وصعب الهروب منه. وفي الحجز بيقابل جون المحامي بتاعه، وبيقول له جون انهم ناويين ينقلوه لسجن انديانا، وبيقول له يعمل اي حاجة عشان ده ما يحصلش، وانه لازم يقنع المحكمة انه يتسجن في بلده والا مش هيعرف يهرب. واثناء الجلسة بيكون في طلب من الشرطة ان جون يتحبس في سجن انديانا، لكن المحامي بيرفض وبيحاول يقنع القاضي انه يخلي جون يتحبس في سجن شيكاغو، لكن مديرة سجن شيكاغو بتكون موجودة في الجلسة وبترفض طلب المحامي. فبيقول المحامي ان مديرة السجن مش قد المسؤولية وممكن جون يهرب من سجنها بكل سهولة، والكلام ده بيستفز مديرة السجن وبيعرضها للإحراج قدام المحكمة، فبتضطر تقول انها قد المسؤولية ومعندهاش اي مانع ان جون يتحبس عندها. فبتوافق المحكمة ان جون يتحبس في سجن شيكاغو، وبيفرح جون جدا بالموضوع ده. وبيقدر جون يثبت واحد من الحراس بسلاح مش حقيقي، وبيساعد واحد زميله من المساجين، وبيقتحم جون وزميله اوضه المأمور، وبيخلي جون المأمور يفتح مخزن الأسلحة وبياخد أسلحة حقيقية هو وزميله، وبياخد المأمور وظابط تاني كرهين عشان يهربوا. وبيلبس جون لبس الضباط، ولما بينزل بياخد عربية المأمور وبيهرب بيها، وبتنجح خطته. بعد كده بيتصل جون ببيل عشان يطمن عليها، وبيقول لها انه ناوي يجيلها، فبتحذره بيل وبتقول له انها متراقبة. فبيطمنها جون وبيقول لها انه مخطط لكل حاجة. وبيروح جون عند مارتي عشان يستخبى عنده، لكن مارتي بيرفض وبيقول لجون انه مش هيقدر يساعده تاني هو وفريقه. ولما بيسأله جون عن السبب بيقول له ان الاجابة عند فيل. فبيروح جون لفيل، وبيكون فيل بقى صاحب اكبر شركة تليفونات. ولما بيسأله جون عن السبب اللي خلاه يرفض مساعدته بيقول له فيل ان شركة التليفونات بتاعته بتحقق مكاسب كبيرة جدا واكبر بكتير من عمليات سرقة البنوك، وعشان الحكومة تسمح ليه يكمل في شغله بتديله أوامر إنه ما يساعدهوش تاني ويبطل يوفر له فلوس وأسلحة وأماكن يستخبى فيها. وبيقرر فيل إنه يوافق ويتخلى عن جون. وبنروح للضابط ميلفين اللي بيقرر يقبض على كل قرايب جون ديلينجر بالرغم إن علاقته مقطوعة بيهم وما يعرفوش حاجة عنه، لكن ميلفين بيعمل كده عشان يضغط على جون ويجبره يسلم نفسه. وبنرجع تاني لجون اللي بيكون قاعد في السيما هو وفريقه، وبيتفقوا على عملية سرقة جديدة. وأثناء ما بيتكلموا بيجي في السيما اعلان عن جون وبيقولوا فيه انه مطلوب القبض عليه واي حد يعرف طريقه لازم يبلغ بسرعة. وبيروح جون وفريقه يسرقوا البنك كالعادة، لكن قبل ما بيطلعوا بتوصل الشرطة
وبينجح واحد منهم يصيب جون في دراعه، وقبل ما بيهربوا بتيجي رصاصة في راس توم زميل جون وبيموت، وبيهرب جون بباقي الفريق وفي الطريق بيعالج ريد إصابة جون، وبيكون جون حزين جدا على زميله توم. بعد كده بيروح المكان يستخبوا فيه ويوزعوا الفلوس اللي سرقوها. بيتكلم ريد مع جون وبيقول انه خلاص زهق من الحياة دي، ولو استمروا فيها هتكون نهايتهم الموت. وبنروح للمستشفى وبنكتشف ان توم لسه عايش بسبب ان الرصاصة جت بعيدة عن المخ، لكن بيحس بألم شديد جدا، فبيكون محتاج مسكن عشان الألم يخف. لكن الضباط بيستغلوا الألم اللي هو فيه عشان يقول لهم على مكان جون، وبيرفضوا يدوله أي مسكن لحد ما يعترف. ومع شدة الألم بيضطر توم يعترف على مكانه، فبيجهز ميلفين وفريقه عشان يروح لمكان جون. وأول ما بيوصل بيوزع الفريق حوالين المكان عشان يحاصروه، وفجأة بتطلع عربية من المكان، فبيحاول ميلفين يوقفها وبيضرب عليها نار. ولما بيسمع جون وفريقه ضرب النار بياخدوا أسلحتهم وبيحصل اشتباك بينهم وبين الشرطة. بعد كده بيطلع جون وريد وبيضطروا ينفصلوا عن فريقهم، وفي الطريق بيقدر يسيب الضابط وينستد ريد، فبيساعدوا جون وبيركبوا عربية بسرعة. وفي الوقت ده بينجح نيلسون انه يقتل واحد من الضباط، وبياخد عربيته وبيقابل باقي زمايله وبياخدهم معاه. فبيلاقي ميلفين الضابط اللي قتله نيلسون، وقبل ما بيموت بيعرف منه نيلسون مشي في انهي اتجاه، فبيركب عربية زمايله وبيمشي وراه. ولما بيوصل لهم بيفضلوا يضربوا نار على بعض لحد ما بتتقلب عربية نيلسون، فبيجري كل اللي فيها، لكن ميلفين بيقدر يقتلهم. وفي نفس الوقت جون وريد بينجحوا انهم يهربوا، لكن اصابة ريد بتكون صعبة، فبيحاول جون يعالجه. فبيقول له ريد انه لازم يسيبه ويمشي، ولازم ينسى بيل عشان يهرب من الشرطة ويسافر بلد بعيد عنهم. وفي النهاية بيموت ريد، وبكده يكون كل فريق جون اتقتل، وجون بقي لوحده ومفيش حد يقدر يساعده تاني. بعد كده بنروح لبيلي اللي بتكون متراقبة من الشرطة، لكن بتقدر تتنكر وتهرب منهم، وبتقابل جون وبتهرب معاه. وبسبب جرائم جون بيطلع الكونجرس الامريكي قوانين لمكافحة الجريمة، والموضوع ده بيسبب مشكلة لفيل لانه هيمنعه انه ينفذ جرايمه. بعد كده بنروح لجون وبيلي، وبتسأل بيلي جون عن اللي ناوي يعمله، فبيقول لها انهم هيهربوا من البلد ويسافروا كوبا، وهناك هيعيشوا حياة عادية وهيكونوا في امان. وبيقول لها جون انه هينفذ عملية اخيرة قبل ما يسافر، وبياخدها وبيوديها بيت، وبيقول له تستناه فيه لحد ما يخلص ويجي لها. ولما بتدخل بيلي البيت فجأة بيظهر الضباط وبيقبضوا عليها، وبيحاصر الضباط الشارع كله، لكن ما بياخدوش بالهم من جون. واول ما بيشوف جون بيلي وهي مقبوض عليها بيكون عايز ينقذها، لكن بيتراجع لانه عارف انه مش هيقدر يعمل لها حاجة. وفي الاسم بتتعرض بيلي للتعذيب عشان تعترف على مكان جون، لكن بيلي بترفض تقول اي حاجة، لكن مع الضغط بتدي الشرطة عنوان غلط، وبتكون بيلي عملت كده عشان تدي جون وقت يهرب فيه. ولما بتروح الشرطة المكان اللي قالت عليه بيلي ما بيلاقوش جون، فبيرجعوا لها تاني، فبتقول لهم بيلي ان جون كان موجود لما قبضوا عليها وكدبت عليهم عشان تدي جون وقت يهرب فيه. فبيتعصب الضابط وبيضرب في بيلي لحد ما بيجي ميلفين ويوقفه، وبيتصل مارتي بفيل وبيقول له انه هيجبر انا تساعد الشرطة وتعترف على جون. وبيروح مارتي لأنا، وبتكون أنا جالها ترحيل من أمريكا لرومانيا، وما بتعرفش إن مارتي وفيل ورا الموضوع ده. فبيقول لها مارتي إنها لو ساعدت الشرطة عشان تقبض على جون هيلغوا الترحيل. فبتروح أنا لميلفين وبتتفق معاه إنها تساعده يقبض على جون مقابل إنهم يلغوا الترحيل ويدوها إقامة في أمريكا. وبيقابل جون المحامي بتاعه، وبيكون كلفه بقضية بيلي، لكن للأسف بيخسرها وبيتحكم على بيلي بسنتين. وبتدي بيلي رسالة للمحامي عشان يوصلها لجون، وبتقول بيلي في الرسالة لجون إنه يهرب وما يحاولش يساعدها بأي شكل عشان ما يعرضش نفسه للخطر، لأن السجن عليه حراسة جديدة. بعد كده بيروح جون يتفق على عملية السرقة، وبتكون دي أكبر عملية هيعملها في حياته، وبعد ما ينفذها هيهرب على كوبا. بعد كده بيروح جون لأنا وبيتفق معاها إنهم هيروحوا السيما بالليل عشان يغيروا جو. فبتتصل أنا بالشرطة وبتقول لهم إنها هتطلع هي وجون بالليل، وبتديهم العنوان. وبيستعد فريق الشرطة بالليل عشان يقبضوا على جون، وبيكونوا محاصرين السينما من كل ناحية. وبيروح جون وأنا السيما وبيتفرجوا على الفيلم، وأول ما بيطلع بيلاقي البوليس محاصره من كل ناحية، فبيحاول جون يهرب، فبيضربوا الضابط وينستد بطلقة في دماغه، وقبل ما بيموت بيقول كلام، فبيحاول الضابط وينستد يسمعه. بعد كده بيروح وينستد لبيلي في السجن، وبتكون بيلي عارفة إن جون اتقتل، فبيقول لها الضابط إن جون قبل ما يموت بيقول لها الوداع أيها الصغيرة، ودي مقطع الأغنية اللي رقصوا عليها في أول مرة اتقابلوا فيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم، ودي صورة جون ديلينجر الحقيقي. وفي النهاية لايك وشير وكومنت وسبسكرايب، واكتبوا لي الأفلام اللي عايزينها في القناة، واعملوا فولو لصفحتي على الفيس وعلى الانستا.